النهاردة هنتكلم مع بعض عن سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة اللي هي الساعة اللي هتقرع فيها قلوب الناس. ما القارعة؟ ايه هي الساعة اللي هتقرع فيها قلوب الناس؟ وما أدراك ما القارعة، يعني وما أعلمك يا رسول الله. القارعة هي يوم القيامة. يوم القيامة سميت بالقارعة علشان بيقرع قلوب الناس، يعني بيفزع قلوب الناس من طبعا كل الأهوال اللي بتحصل يوم القيامة، علشان كده بيقرع القلوب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني الناس ساعتها هتكون عاملة زي الفراش كده. عارفين انتوا التجمع الفراشات الكبير اللي بيكون موجود بتشوفوه في اي مكان او كده؟ الناس هتبقى كده بالظبط، فراش منتشر في الارض. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال هتكون كالعهن، العهن زي القطن كده. القطن عارفين انتوا لما يكون القطن متجمع كده متقدرش تحركه، لكن لما بيكون منفوش كده ومتناثر كده تلاقيه طرف ثانية. الجبال هتكون كده في سيرها، هتكون كده الجبال هتكون عاملة زي القطن، وده طبعا هيحصل من شدة الفزع. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني اللي هتكون أعماله الحسنة أكتر من أعماله السيئة ساعتها هيكون في عيشة راضية. العيشة الراضية المرضية دي هينالها في الجنة إن شاء الله. وأما من خفت موازينه، اللي هتكون أعماله السيئة أكتر من أعماله الصالحة، فأمه هاوية. هاوية يعني النار. ليه سميت بالأم هنا، أو ليه لزمت الأم؟ لأنها هتكون ملازمة ليه، مش هيخرج منها. زي ما الأم كده بتكون ملازمة على طول لطفلها، هنا برضو النار هتكون والعياذ بالله هتكون ملازمة للشخص اللي أعماله السيئة أكتر من أعماله الحسنة. وما أدراك ما هي، يعني أنت بقى ما أعلمك يا رسول الله هي عاملة ازاي؟ نار حامية. نار حامية يعني أشد قسوة، أشد حر، أشد نار، والعياذ بالله ربنا يعافينا منها يا رب. وعلشان كده احنا لازم نثقل موازيننا. ازاي؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يعني احنا لو قعدنا نقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الكلمات دي بس، طبعا يعني نيتنا تكون صالحة لله سبحانه وتعالى كده، ساعتها ممكن نتقل الميزان بتاعنا. بس كده، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.